السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أيها الشعب الجزائري الأحرار داخل الوطن أو خارج الوطن. موضوعنا اليوم هو الجزائر ترفض دخول فوزي لقجع إلى الجزائر لحضور افتتاح كأس أفريقيا. نعم، لأنهم سوف يحضرون عدة قيادات وعدة رئيس الفيفا انفانتينو، ورئيس الكاف موتسيبي، ورئيس تونس قيس سعيد، وملك قطر أمير قطر تميم، إلا فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية. الجزائر رفضت دخوله، وعندما تم رفضه فوزي لقجع عمل قرعة كأس العالم للأندية في نفس اليوم، يوم 13 جانفي. سوف تكون القرعة كأس العالم للأندية ريال مدريد، هذه مجرد قرعة خاوتي. انفانتينو ورئيس الكاف سيكونون حاضرين في الجزائر وليس المغرب، أو القرعة ستكون صباحا وكأس أفريقيا مساء. يقدروا يجوا، راهم عندهم طائرة خاصة يجوا من المغرب للجزائر. فهمتوا خاوتي؟ الجزائر ترفض دخول فوزي لقجع من عن حتى ويحضر المنتخب المغربي. فوزي لقجع لن يحضر. الجزائر رفضت رفضا قاطعا بدخول فوزي لقجع. احنا ما عندناش تغلط تخلص. فوزي لقجع تغلط تخلص، هذه هي الجزائر. ممنوع دخولها إلى الجزائر، لا عن طريق تونس أو عن طريق إسبانيا أو عن طريق سفتة أو والو. وتاع رئيس الكاف ورئيس الفيفا ما يجوش ما يحضروش، هذه مجرد إشاعة خاوتي. ما تتبعوش الصفحات المغربية أو المخزنية، ما تتبعوهمش، لأنه تم سرقة الرئيس عبد المجيد تبون، تم خنشلته وأصبح مغربيا. نعم، من قناة شوف تيفي. ما تتبعوهمش، هذوك يسرقوا كلش، يوجه يسرقوا، هذوك يخنشلوا كلش. لذلك ما تآمنوش، هذوك صفحات مجرد كاذبين، مجرد يكذبوا برك. هذه هي الجزائر. الجزائر دولة ذات سيادة، دولة قانونية. تغلط خلص، ما كانش مش كما انتم اللي يجي يسبكم ويدير فيكم ومن بعد دخلوا لبلادكم الكلاب. هذه هي الجزائر. وفوزي لقجع انسى كلمة الجزائر، لأنك لن تدخلها إلى الأبد، لن تدخلها إلى الأبد. هذه هي الجزائر. وكأس أفريقيا المحليين إن شاء الله سوف ينجح وسوف يبهر العالم. حسوا أخوتي، إن شاء الله من هذاك الوقت نتكلموا عليه، لأنه سوف يبهر العالم. إلا المغرب لن يبهرهم، لأن دوكا يدير لك دعايات ومنجحش، لكنه سوف ينجح بإذن الله. هذه هي الجزائر. تحيا الجزائر، والمجد والخلد لشهدائنا الأبرار. فوزي لقجع أنسى كلمة الجزائر يا مذلول. فوزي لقجع المذلول. تحيا الجزائر.